أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ترتبط مصر بنهر النيل كشريان حياة رئيس أسست على ضفافه حضارة امتدت عبر آلاف السنين وتعتمد عليه الآن في سد نحو 97% من احتياجاتها المتزايدة للمياه. هذا الأمر يزيد من المخاوف تجاه الأمن المائي للمصريين في ظل ترقب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، والذي تقول مصر إنه يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل. نتابع. الزراعة هي المهنة التي ورثها الحاج مجدي أبا عن جد. أرض لا يسره سوى أن يراها خضراء مثمرة، لكن تتزايد التحديات التي يواجهها مع غيره من الفلاحين، وعلى رأسها مستقبل المياه، وهو ما يفرض عليهم تغيير طرق الري. عقبة أمام الفلاحين إن هو ممعوش سيولة يعمل عملية ري تحويلي من الري الغمر لري الايه بالتنقيط او بالبيفت او كده. فاحنا بنقول ايه بقى؟ ممكن بنك الزراعي يتدخل مع الهيئة الزراعية، تتدخل مع وزارة الزراعة، كلهم يتدخلوا في انهم يعاونوا الفلاح والبنك يعاون الفلاح ويديله قرض. حتى الآن يروى أكثر من 6 ملايين فدان بطريقة الغمر، وتخطط الحكومة لتعميم طرق الري الحديثة على جميع المساحات في غضون 10 سنوات. تستهلك الزراعة وحدها نحو 80% من حصة المياه في مصر، وبينما تزداد الفجوة بين الاستهلاك والموارد المائية المتاحة، وضعت الحكومة المصرية خطة لترشيد الاستهلاك حتى عام 2050. لكن مع ذلك أيضا تزداد الحاجة للبحث عن حلول سريعة ومستدامة في ظل ضبابية المفاوضات وجمودها مع إثيوبيا. 55 مليارا ونصف مليار متر مكعب هي حصة مصر السنوية من مياه النيل، وتصل الفجوة المائية إلى نحو 33 مليار متر مكعب. وتضاف إلى مخاوف نقص الموارد من نهر النيل تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأمن المائي. أولا، زيادة استخدامات مياه إعادة استخدام المياه الزراعية والصحية والصرف الصحي والصرف الصناعي. 2، تحلية مياه البحر والتوسع في مشروعات تحلية المياه البحر حتى تصل إلى 5 مليار متر مكعب سنويا. 3، زيادة مشروعات المياه الجوفية. ويبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 550 مترا مكعبا سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، ويتوقع أن ينخفض إلى مستوى 300 مع الزيادة السكانية خلال العقود الثلاثة القادمة. أحمد حسين، العربي، القاهرة. ومعنا من القاهرة الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أستاذ عباس، صباح الخير وأهلا بك معنا. البداية من العوامل العديدة التي ساهمت في محدودية وشح الموارد المائية التي تهدد مصر اليوم، وأبرز هذه العوامل ربما هي التغيرات المناخية. ما أبرز هذه التحديات فضلا عن التغيرات المناخية التي نتحدث عنها التي تواجه قطاع المياه في مصر اليوم؟ صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. هو الحقيقة احنا برضو ما ننساش ان مصر بتقع في منطقة جغرافية جافة. احنا مصر بتحتل المركز الأول في الجفاف على مستوى العالم. احنا أقل دولة في العالم في الأمطار، ده من حيث الموقع الجغرافي. ولكن نهر النيل هو اللي غير الحياة في مصر، هو اللي بيأتي بالمياه من خارج الحدود المصرية. يعني كل مياه النيل من 100% من مياه النيل من خارج الحدود المصرية، وبالتالي الحصة المائية التي تأتي من نهر النيل هي أساس المياه في مصر. ولما عملنا السد العالي في السبعينات، تم افتتاحه سنة 71، الحصة ثابتة منذ بناء السد العالي، يعني أكثر من 50 سنة حتى الآن، وهي كمية المياه ثابتة مع أن عدد السكان في تزايد. احنا أيام السد العالي كنا حوالي 25 مليون نسمة، نحن الآن 105 مليون نسمة،
بنفس كميه المياه، وبالتالي تحدي كبير امام وزاره الزراعه ووزاره الري انهم بنفس كميه المياه يوفروا الغذاء لعدد السكان الحالي. ومن هنا كان هناك تحديات كبيره للغايه، فعملنا مشروعات مائيه كبرى في هذه الفتره. غيرنا من نظم الزراعه، عملنا استنباط جديد لاصناف زراعيه، يعني فيه بعض الاصناف زي مثلا الارز والقمح. القمح كان الانتاجيه حوالي 4 ارداب في الفدان، الان المتوسط 18 ارداب، واحيانا بتصل الى 30 ارداب. في نفس الشيء في الارز، تضاعف انتاجيه المحاصيل في مصر. من ناحيه المساحه الزراعيه رغم الحصه المحدوده، لكن هناك مشروعات زراعيه جديده. احنا الان زرعنا ما يقرب من 4 مليون فدان بعد السد العالي، وهذا يعني اعجاز يعتبر للاداره المصريه في استخدام المياه. طيب دكتور عباس، أهلا بك معنا. يعني هذه بالنسبة إلى موضوع المساحات الزراعية، لكن هناك تحديات كبيرة، تغير المناخ، هناك التلوث في دلتا النيل، هذا من جانب موضوع التغيير الديموغرافي بعدد السكان الكبير. كل هذه تحديات، ذكرت بأنه مر حوالي 50 سنة منذ موضوع السد، لكن هل هناك أيضا أشرت في نقطة سريعة إلى موضوع المشاريع بخلاف موضوع الزراعة والتقنيات الجديدة واستغلال مساحات أخرى أو حتى التي لا تعتمد على المياه؟ هل هناك من مشاريع، هل هناك من خطط تم تنفيذها، هل هناك من خطط أو استراتيجيات سيتم العمل عليها، إن كان حتى مثلا في الصحراء أو حتى في مثلا في البحر؟ احنا دلوقتي بالفعل احنا بنحاول الحصة المائية ان احنا نستخدمها ربما اكثر من مرة، بمعنى ان المياه بيعاد معالجة مياه الصرف الزراعي ونستخدمها مرة تانية واحيانا مرة ثالثة. وبالتالي احنا وصلنا ان حصة الفرد بدل ما تبقى 550 متر مكعب في السنة، وصلناها انها تبقى حوالي 800 متر مكعب، ولكن يظل هناك عجز ما يقرب من حوالي 300 متر مكعب للفرد. هذا العجز بنستورده محاصيل من الخارج. برضه في نفس الوقت احنا بنحاول نستخدم جزء من المياه الجوفية. لدينا جزء مياه جوفية بس للأسف هي غير متجددة، ومن هنا بيبقى لابد من استخدامها بطريقة رشيدة، لأن كل متر مكعب بيخرج من الأرض لا يعود مرة تانية. ففي بعض المشروعات في الأراضي الصحراوية فيه بعض محطات لتحلية المياه، ولكن تحلية المياه ليست للزراعة. المشكلة في مصر هي توفير مياه للزراعة وليست للشرب أو للصناعة، لأن تحلية المياه بتبقى اقتصادية إذا تم استخدامها في المنازل أو في الصناعة أو في السياحة أو في غيره من هذه المشروعات اللي بتغطي هذه التكاليف. لكن الزراعة لا تزال، الإنتاج الزراعي لا يغطي تكاليف تحلية المياه من البحر. فإذا التحلية رغم أن مصر توسعت كثيرا في تحلية المياه، ولكن للمدن الجديدة وليس للمشروعات الزراعية. طيب دكتور، يعني هنا نتحدث عن تحلية هذه المياه والمياه المكررة لاستخدامات عدة، إن كان الاستخدامات الشخصية للأفراد أو للري والزراعة. هنا أيضا استخدام هذه المواد بكثرة على تكرار المياه يطرح دائما أسئلة حول جودة هذه المياه على المدى الطويل، وهل من آثار سلبية على المدى الطويل إن كان على صحة الإنسان وأيضا على الزراعة في وقت لاحق. يعني المياه المحلاة من البحر بيتم يعني استخدامها للأغراض سواء للشرب أو للأغراض المنزلية، ما فيهاش أي مشكلة. يعني هي بيبقى أحيانا بنقول ينقص فيها بعض العناصر دي، احنا بنضيفها بعد التحلية. يعني أحيانا نضيف مياه مالحة مرة تانية للمياه المحلاة لإضافة بعض الأملاح، لأن المياه برضو نحتاج فيها إلى نسبة من الأملاح. فيعني هذا شيء، بل بالعكس، يعني المياه المحلاة هي مياه نقية، يعني أنقى بكثير من المياه الطبيعية من حيث أنها خالية تماما من المشاكل البيولوجية سواء بعض الجراثيم أو البكتيريا أو غيره. لكن هي يعني كان بس هي المشكلة الوحيدة فيها
نقص العناصر أو الأملاح، ودي بيضاف إليها نسبة من المياه بعد كده اللي فيها نسبة أملاح. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة على هذه المشاركة.